شلون تحولت من شخص مخطئ إلى شخص مصلح وبأدوات بسيطة. ممكن الإنسان يقدر يمتلك هاي الأدوات. الأدوات اللي نحتاجها هي ورقة وقلم، وأريدك قبل لا تنام تحضر ورقة وقلم وتكتب جدول وتقسمه إلى قسمين: قسم للأشياء المفيدة اللي سويتها خلال هذا اليوم، قسم للأشياء الضارة. الأشياء الضارة على سبيل المثال: ضيعت 5 ساعات على السوشيال ميديا، شاهدت الإباحية، تعرفت على أصدقاء السوء، وغيرها من هاي الأشياء الضارة اللي يعاني من عندها أغلب الناس. لازم تعرف مو عيب تواجه نفسك، ولا عيب تصلح أخطائك، العيب إنه تبقى على وضعك. والأشياء المفيدة لازم تحاول تطورها. إذا طبقت هذا الشيء فراح توازن بين حياتك وراح تكون إنسان ناجح، لأن راح تعرف الخطأ وتصلحه، وتعرف الصح وتطوره.